أنا في الشدة شديد وفي القوة قوي، بس جسمي ده حبيبي حبيبي قوي. حلقة خاصة من كابسو كاست سمير وأسامة عن جايزة نوبل في الطب السنة دي، وإزاي جيش المناعة بيحافظ على الجسم. أهلا بيكم في حلقة جديدة من كابسو كاست سمير وأسامة، البودكاست اللي بنقدم فيه معلومة طبية في شكل كبسولة لذيذة وسهلة الهضم. النهاردة عندنا حلقة خاصة، الظاهر إن الشهر ده هو شهر الحلقات الخاصة. وكالمعتاد أنا دكتور أسامة ومعايا صديقي دكتور سمير. أهلا دكتور سمير، وحلو قوي اللبس بتاعك ده، احكي لي عنه. أهلا دكتور أسامة. اللبس ده أثناء خدمتنا المنعية سوا. اللبس ده بيعبر عن 3 حاجات. أولا، احنا في شهر أكتوبر وهو شهر الانتصارات. تحية مننا لكل شهيد أو بطل دافع عن أرضه ضد المحتل. ثانيا، اللبس ده هو لبس أقوى جيش في العالم، جيش المناعة. أنا تبع القوات الخاصة بي وإنت تبع القوات تي. ممتاز. وده ليه دعوة بالحاجة الثالثة اللي هي موضوع الحلقة. النهاردة هنتكلم عن جوائز نوبل في الفسيولوجي والطب، واللي تم إعلانها من أيام قليلة، وتم منحها ل3 علماء نتيجة قدرتهم على فهم التحمل المناعي الطرفي. اللي هو إيه؟ ده اللي هنشرحه في الحلقة. يلا بينا نبدأ. ومعانا ضيف مميز، دكتور مناعي قائد القوات المناعية. أهلا بيك معانا للمرة الثانية يا جنرال. أهلا بيكم. أنا فخور بخدمتي في القوات بي والقوات تي، الاتنين من قوات النخبة عندنا في جيش المناعة. ده كلام كبير. قبل كده كنت شرحت لنا إزاي جهاز المناعة بيشتغل، بس يا ريت تزيدنا من الشعر بيت. اتفضل جنرال مناعي. بص يا أسامة، الجهاز المناعي بتاعنا عامل زي فريق أمن محترف، لازم يكون مظبوط بدقة عشان لو فقدنا السيطرة عليه ممكن بدل ما يدافع عنا يهاجمنا احنا. وده نتيجة التنظيم الإلهي العظيم في الجهاز ده. لو حصل خلل فيه تحصل كوارث. كل يوم بيحارب آلاف الفيروسات والبكتيريا اللي بتحاول تدخل جسمنا. تقدر تقول عليه الجيش اللي مش بينام. طب وبيفرق ازاي بين العدو والصديق؟ هنا بقى الذكاء الحقيقي. المشكلة إن الميكروبات أو خلايا السرطان ساعات بتتنكر كأنها لابسة ماسك وتقول أنا من الخلايا الحبايب، وساعتها الجهاز المناعي لازم يقرر بسرعة مين اللي يهاجم ومين اللي يحمي. وده بقى لغز العلماء حاولوا يحلوه سنين طويلة. أهو ده بقى اللي اكتشفوه 3 علماء، ماري برونكو، فريد رامسديل، وشيمين ساكاغوتشي. الناس دي خدوا جايزة نوبل في الطب سنة 2025 عشان اكتشفوا حاجة اسمها التحمل المناعي الطرفي. دي ببساطة الطريقة اللي بيمنع بيها الجسم نفسه من إنه يهاجم أعضائه. يعني هم اكتشفوا فرامل الجهاز المناعي، والاكتشاف ده فتح باب كبير جدا في الطب، والعلماء دلوقتي بيستخدموه في تطوير علاجات جديدة زي علاجات لأمراض المناعة الذاتية والسرطان. شكرا دكتور مناعي على مشاركتك القيمة معانا، دايما بتفيدنا بعلمك ويعجبنا انضباطك. خلينا نكمل من هنا. يا دكتور سمير، كل شوية تقول خلايا تائية خلايا تائية، دول مين بقى؟ دول يا سيدي أهم جنود في جيش المناعة، اسمهم الخلايا التائية T cells. تقدر تقول عليهم قوات النخبة بتاعة الدفاع في الجسم. وفي منهم أنواع ولا كله زي بعض؟ أكيد لأ، في نوع اسمه الخلايا التائية المساعدة Helper T cells، ودي زي ما اسمها بيقول بتساعد الخلايا المناعية التانية تقوم بوظيفتها. يعني الخلايا دي بتساعد في تنشيط الخلايا المناعية لما يحصل خطر عن طريق مواد كيميائية معينة. يعني تقدر تقول إنها بتتعرف على الخطر أو المعتدين، ولما بيحصل ده تقوم على طول مطلعة صفارة الإنذار. جميلة الصفارة دي. طب والتانيين؟ في نوع تاني اسمه الخلايا التائية القاتلة Cytotoxic T cells، ودول بقى ما يعرفوش هزار. لو لقوا خلية مصابة بفيروس أو فيها ورم سرطاني يضربوها ضربة قاضية. يعني عندنا مساعد وقاتل، تمام كده؟ بس ازاي يعرفوا مين العدو ومين الصاحب؟ هي دي بقى العبقرية. كل خلية تائية عندها أجهزة استشعار صغيرة جدا على سطحها اسمها T cell receptors. تقدر تقول إنها زي السنسور أو الماسح الضوئي، تمسح كل خلية تقابلها وتشوف دي خلية جسمنا ولا دخيلة. زي المسح اللي بيكشف التذاكر في المترو. بس الفرق
إن عندنا تريليونات من السنسورات دي. تخيل، يعني في ريسبتور تقريبا لأي ميكروب ممكن يظهر في الدنيا، حتى الفيروسات الجديدة زي كورونا اللي طلع سنة 2019. طيب، ما ده يخلينا نسأل سؤال مهم. طب وده مش خطر؟ ممكن واحدة من الخلايا دي تغلط وتهاجم جسمنا؟ الإجابة إن ده فعلا بيحصل أحيانا. الجسم بيكون خلايا تائية ممكن ترتبط بخلايانا إحنا. وهنا بقى السؤال اللي حير العلماء: إزاي الجسم بيمنع الجنود دول إنهم ينقلبوا علينا؟ تفتكروا الخلايا التائية بتتعلم إزاي ما تهاجمش جسمنا؟ هل بيعملوا لها تدريب زي الجيش كده؟ بالظبط، وده فعلا بيحصل جوه الغدة الزعترية thymus gland، حاجة كده زي مدرسة عسكرية للخلايا المناعية. هناك بيتعمل امتحان صعب جدا. لو الخلايا التائية هاجمت بروتين من بروتينات الجسم تتشطب فورا. العملية دي اسمها التحمل المركزي central tolerance. يعني اللي ينجح في الامتحان هو اللي بيخرج يدافع عننا. بس أحيانا في شوية خلايا بيهربوا من الامتحان ده. العلماء زمان شكوا إن في نوع من الخلايا التائية بيشتغل كضابط مرور، يهدي الباقيين لو اتجننوا وبدأوا يهاجموا الجسم. بس ازاي ده بيحصل؟ محدش كان عارف، لحد ما جه دكتور ياباني اسمه شيمين ساكاغوتشي وقال لأ، أنا ورا السر ده لغاية ما أعرفه. طيب دكتور ساكاغوتشي لقى إيه؟ في تجاربه لاحظ إن في خلايا تائية غريبة شكلها خلايا مساعدة لأنها بتحمل بروتين CD4. ده بروتين بيساعد الخلايا دي تتعرف على الخلايا التانية في المناعة أو الجسم، يعني تمسك فيها من خلاله. وده اللي كنا عارفينه دايما عن الخلايا المساعدة. بس الخلايا الجديدة دي كانت بدل ما تشجع الهجوم كانت بتهدي الخلايا التانية وتمنعها تهاجم الجسم. يعني خلايا CD4 بس مقلوبة الوظيفة. بناء على الاكتشاف ده قعد أكتر من 10 سنين لحد ما أثبت سنة 1995 إن في نوع جديد فعلا من الخلايا التائية بيشيل CD4 وبروتين تاني اسمه CD25، ووظيفته يهدي الجهاز المناعي لما يبالغ في الهجوم. وسماهم الخلايا التائية التنظيمية Regulatory T cells، ودول بقوا المفتاح لفهم إزاي جسمنا بيمنع نفسه من مهاجمة نفسه. بس الحكاية لسه ما خلصتش، كنا محتاجين نعرف أكتر عن الخلايا دي. هنا يجي دور العلماء التانيين اللي شاركوا في الحصول على الجايزة. سمعت قبل كده عن فئران اسمها سكيرفي؟ سكيرفي؟ لا، دي شكلها فئران عاملة مشاكل من الاسم بس. فعلا القصة بدأت من زمان جدا، في الأربعينيات في معمل بأمريكا تابع لمشروع مانهاتن بتاع القنبلة الذرية. كانوا بيلاحظوا نوع من الفئران الذكور جلدهم بيبقى مقشر وطحالهم وعقدهم الليمفاوية متضخمة وبيموتوا بدري جدا. سموهم سكيرفي لأن جلدهم كان ناشف ومتقشر زي مرضى الجرب. قالوا ده أكيد بيحصل نتيجة خلل جيني، بس يا ترى إيه الجين المتهم؟ الموضوع ده كان وراثي، وبما إن الحالة كانت بتحصل بس في الذكور، العلماء قالوا أكيد الجين ده موجود على الكروموزوم X. اللغز ده فضل من الأربعينيات لحد ما جه في التسعينيات عالمة اسمها ماري برونكو ومعاها فريد رامزدل. كانوا شغالين في شركة اسمها سيلتك كايرو ساينس في واشنطن، وقرروا يحلوا اللغز. قالوا يمكن فئران سكيرفي دي تخبي السر ورا أمراض المناعة الذاتية، وقعدوا سنين يدوروا لحد ما وصلوا المنطقة فيها حوالي 20 جين محتمل. احنا قربنا خلاص، وبعد شغل وتحاليل كتير لقوا الجين المسبب فعلا. طفرة في الجين ده خلت المناعة يحصل فيها خلل والجسم يهاجم نفسه، وأطلقوا عليه اسم FOXP3. طيب ده في الفئران، البشر ليهم علاقة؟ أيوة جدا. العلماء دول لاحظوا إن أعراض الفئران دي شبه مرض نادر بيصيب الأطفال الذكور اسمه IPEX، وبرضه مرتبط بالكروموزوم X. ولما فحصوا الأطفال دول اكتشفوا إن عندهم نفس المشكلة في جين FOXP3 اللي شافوه في الفئران. وفي سنة 2001 نشروا اكتشافهم في مجلة Nature Genetics، وده كان المفتاح اللي ربط بين شغلهم وشغل ساكاغوتشي عن الخلايا التائية التنظيمية. يعني كل ده بدأ بفأر صغير اسمه سكيرفي؟ أيوة يا دكتور، فأر صغير عمل دوشة كبيرة في علم المناعة. بعدها بسنتين دكتور ساكاغوتشي والعلماء اللي معاه اكتشفوا إن الجين ده هو اللي مسؤول عن تكوين ووظيفة الخلايا اللي تعرفنا عليها من شوية، واللي سميناها الخلايا التائية التنظيمية، أو زي ما بنحب نسميهم حراس الجهاز المناعي. الخلايا دي وظيفتها إنها تمنع باقي خلايا تي من إنها تهجم بالخطأ على أنسجة الجسم،
وبتحافظ على حاجة اسمها التحمل المناعي الطرفي، يعني تمنع المناعة من إنها تتجنن وتهاجم الجسم نفسه. كمان بعد ما المناعة تخلص الحرب ضد العدوى، الخلايا دي بتهدي اللعب وترجع الوضع الطبيعي علشان الجسم ما يفضلش في حالة طوارئ طول الوقت. يعني الخلايا دي حرفيا هي فرامل وجهاز أمان المناعة. بالظبط، من غيرهم المناعة تبقى زي عربية نازلة من على كوبري وما فيهاش فرامل. يا ترى لما فهمنا دورهم بدأنا نعرف نتحكم فيهم؟ الإجابة أيوة، وده فتح أبواب علاجات كتير جدا. في السرطان العلماء لقوا أن الأورام عندها ذكاء شرير، بتجذب حواليها عدد كبير من خلايا تي تنظيمية علشان تحمي نفسها من المناعة. فالعلماء دلوقتي بيحاولوا يكسروا الجدار المناعي ده علشان الجسم يعرف يحارب الورم بنفسه. يا ريت تشوفوا حلقة العلاج المناعي اللي عملناه قريب، وكان ضيفنا دكتور مناعي برضو. في أمراض المناعة الذاتية بيحصل العكس تماما. الجهاز المناعي هنا بيبقى شغال زيادة عن اللزوم، فالعلماء بيحاولوا يزودوا خلايا تي التنظيمية علشان تهديه. من الطرق الواعدة إنهم بيدوا المرضى مادة اسمها انترلوكين 2، ودي بتساعد خلايا تي التنظيمية تكبر وتعيش أكتر. كمان في زراعة الأعضاء بيجربوا برضو استخدام انترلوكين 2 علشان يمنع رفض الجسم للعضو المزروع. وفيه كمان طريقة تانية، بياخدوا خلايا تي التنظيمية من المريض نفسه، يخلوها تتكاثر في المعمل، وبعدين يرجعوها له علشان تظبط التوازن المناعي. وفي بعض الحالات بيعدلوها وراثيا زي ما يكونوا حاطين لها GPS يوصلها للعضو المزروع بالظبط علشان تحميه من الرفض. اكتشافات برونكو ورامسديل وساكاكاوتشي دي كانت فعلا نقطة تحول في فهمنا للمناعة. الجميل إن شغلهم مش بس نظري، ده فتح باب لعلاجات جديدة لأمراض كانت بنعتبرها مستحيلة، من السرطان للمناعة الذاتية وحتى زراعة الأعضاء. باختصار، الناس دي ما اكتفتش بفهم الجسم، دول فعلا قدموا خدمة عظيمة للبشرية. دي نهاية حلقة النهاردة. شكرا صديقي سمير. شكرا صديقي أسامة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان تشوفوا الحلقات الجديدة. إلى اللقاء.